لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ومات وجدوا من الحزن ما لم يعرفوه قط من قبل. ارتبك الصحابة ارتباك عظيم، حتى عمر رضي الله عنه، وهو يعني عمر بن الخطاب الفاروق يعني يقول زعم أقوام أن محمد مات، والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربي كما ذهب موسى بعمران ربي ولا يعودن. من اللي أنقذ الموقف؟ أبو بكر رضي الله عنه، كان في عوالي المدينة، فلما عاد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ويعني قال ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك ميتتين أبدا. ثم خرج للناس وثبت الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس آية نزلت من أول، يقول فأصبح الناس يرددونها وكأنها نزلت الآن من حال الصدمة. فاطمة رضي الله عنها قبل بنت سلم بأيام، بل قبل مرضه، سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فسألت عائشة فاطمة تسألها، قالت ما كنت أفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كررت السؤال، فقالت لها فاطمة سارني في الأولى فأخبرني أني ميت وأني ملاق ربي، ثم سارني في الثانية فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، فضحكت. وفعلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر لحقت فيه فاطمة رضي الله عنها. أصلا حتى مشهد الوفاة وما حصل للصحابة يعني من القصص المحزنة، في الحديث المتفق عليه تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فدخل عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به، النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، عرفت أنه إيش يريد السواك، تقول فأخذته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في الرفيق الأعلى 3، تقول ثم قضى، تقول كانت تفخر بهذا، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، في الشرف العظيم شرف عائشة. وعائشة وفاطمة يرون المشهد من زاوية عجيبة، فقد النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية الزوجة المحبة وزاوية البنت الغالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة حبا عظيما، وكانت إذا أقبلت تمشي يقول يعني تصف عائشة المشهد، تقول تقبل تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت به سكرات الموت وحل به الموت، قالت عائشة قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه، وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه، وكرب أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. والصحابي الآخر الموقف ما أدري واحد وش يتكلم أصلا، لكن موقف خبيب بن عدي من المواقف المشجية الصراحة يعني، وتضحيات الصحابة يعني تشعرك بتفاهتك وش قدمت يعني أنت يعني في الشيء هذا. فموقف في بئر معونة أظن عندما جاءت إحدى القبائل فأخذوا مجموعة من الصحابة ليعلموهم القرآن، فغدروا بهم وأسروهم وسلموهم لقريش يقتلونهم ببدر. كان من ضمن الأسرى خبيب بن عدي، فحبس وعذب، وقال له أبو سفيان ذلك وأنشد أبيات في هذا، يعني هو يعني كان حقه أن نقوله في رثاء النفس: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي، لأني في وثاق بمبضعي، وقد جمعوا نساءهم وأطفالهم. وهي اللي فيها اللي يقولوا ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فهم يعني قدموا الصراحة يعني أشياء جميلة جدا. صحيح. حتى مرثية حسان بن ثابت أنا ودي هذا موضوعها يعني، هذا موضوعها يعني. أنا سأتي عليها الآن. فقط أذكر أن فاطمة رضي الله عنها تقول لأنس بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يحكي المشهد العجيب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يقول والله إن أحدنا لا يبسط يده فلا يكاد يراها، يعني كأنه إظلام حقيقي، أظلمت المدينة ظلمة حقيقية. في اليوم التالي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لزيارة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليعزونها ويسلمون عليها، فبكت، فقالوا ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير يا أم سلمة يا أم المؤمنين. فقالت والله لا أبكي على هذا، وإنما أبكي لانقطاع الوحي عن السماء.